أكدت مصادر ذات صلة بملف المطرب المغربي سعد المجرد المتجهز في سجن في باريس على خلفية اتهامه بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية بأن هناك إمكانية كبيرة ليغادر سعد السجن الأسبوع المقبل. شريط وضع سوار إلكتروني في قدمه يحدد مكانه وللتفادي هرب. وأضاف المصادر لصحيفة الصباح المغربية أن المجرد يعلم أنه وقع في فخ وخطأ فاضح، إذ إن تصرفاته داخل الملهى الليلي تلك الليلية في باريس لم تكن مسؤولة. وأوضح المصدر نفسه أن المجرد يعلم بحضور الأمن قبل إبلاغهم بما حدث من طرف الضحية، غير أنه رفض الهرب وبقي في الفندق من أجل تفادي تشويه صورته. وأكد المصدر الموثوق أن لورا بريول هي نفسها الضحية التي اتهمت المجرد، وأنها ترفض الظهور حاليا في الواجهة بدعوى أن نفسيتها مهزوزة.